يا شباب عاملين ايه؟ احنا اتفقنا مع بعضينا ان احنا في محافظة تتحل كل يوم، وانا قلت لك ان في فيديو هيتبعت لك لأول محافظة موجودة عندك في الكتاب اللي هي محافظة مين؟ محافظة الجيزة. تمام. انا هحاول ان انا ابعت لك محافظة كل يوم على قد ما اقدر، يعني هحاول ان انا اخلص الموضوع ده ليك. تمام. يلا نبدأ. اول محافظة عندنا في الكتاب محافظة الجيزة. هتفتح الكتاب بتاعك صفحة كام؟ تفتح الكتاب بتاعك صفحة 75. تفتح كتاب صفحة 75. نبدأ بأول سؤال أكمل. بيقول لي احنا هنحل مع بعضينا. تمام. مش محافظة الجيزة مش شرط تكون انت حليت قبل ما تسمعني، عادي ممكن تسمعني براحتك وتتفرج انا بحل ازاي، وبعد كده حل المحافظة اللي بعديها لوحدك، وبعد كده هتلاقيني انا منزلك الفيديو بتاعها بكرة او بعده ان شاء الله يعني. نبدأ. بيقول لي تحتوي مجرة نقط على نجم الشمس والنظام الشمسي. مين اللي فيها نجم الشمس والنظام الشمسي؟ مجرة مين؟ احنا ما خدناش غيرها، هي مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة. تمام. يقولك تستعد الخلية للدخول في مراحل الانقسام الميتوزي في الطور الايه. انا قايل لك موضوع الاطوار لو انت بتتلخبط فيه تعالى كده نصلحه سوا. انا قايل لك الخلية تبدأ تستعد انها تخش في عمليات انقسامات. المرحلة اللي انا هعد فيها الخلية انها تخش الانقسامات بتاعتي كانت الطور الايه، كان الطور البيني. ادي الاطوار بتاعتنا كلها اهي. تمام. كنت بقول لك الطور البيني هو الطور اللي بيحصل فيه ايه، قال لك هو تهيئة الايه، الخلية للدخول لعملية ايه، الدخول لعملية الانقسامات. وقايل لك نراجع كده مراجعة بسيطة. الطور البيني انا بهيئ الخلية عشان اخش لعملية الانقسام عن طريق مضاعفة الكروموسومات. في الطور التمهيدي كنت بخفي النوية، قلت لك وش العروسة، وش العروسة بيختفي، تختفي النوية والغشاء النووي الجلابية اللي لابساها، ان احنا كنا بنقول ان المرحلة دي هي مرحلة الكوافير. تمام. بعد كده تظهر خيوط المغزل اللي هو قلت لك الشعر بتاعها بقى يبدأ يظهر خيوط المغزل وتتكثف الشبكة الكروماتينية. طول استوائي كنا بنقول بتترتب على خط الاستواء. طول انفصالي كنا بنقول ان الكروموسوم بينفصل الى كروماتيد وكروماتيد. تمام. في الدور النهائي كنا بنقول ان ترجع بقى العروسة بقى تخلف العيال فتختفي خيوط المغزى، شعرها يختفي وتظهر النوية بقى والغشاء النووي. يعني بالعربي كده العروسة تظهر على وشها الايه، وشها الحقيقي. وانا بعت لك فيديو شرح لك فيه الاطوار بالظبط، موجود برضه على اليوتيوب عندك. تمام. نكمل كلامنا. فبيقول ايه الطور اللي بتسعد فيه الخلية، تسعد فيه خلية يبقى الطور البيني طبعا. ماشي. بيقول لي سيارة تتحرك بسرعة. انت اول ما بتسمع كلمة سيارة تتحرك بتفتح بقك وتسكت. اسمع بقى نشوف انا هحل ازاي. سيارة تتحرك بسرعة 70، مفيش مشكلة. فإن سرعتها بالنسبة لمراكب يتحرك عكس اتجاهها بسرعة 50. يبقى ال50 دي سرعة مين؟ سرعة المراكب. يبقى انت اديتني سرعة السيارة واديتني سرعة مين؟ المراكب. تمام. انت عايز ايه؟ مم. هو عايز ايه؟ تتحرك في عكس اتجاهها. تمام. فإن سرعتها بالنسبة، يبقى هو عايز السرعة النسبية. اقف. هو السيارة بتتحرك فين؟ في عكس اتجاهها. خدها قاعدة مني. لو السيارة ماشية في نفس الاتجاه، لو السيارة ماشية في نفس الاتجاه هتطرح. لو السيارة ماشية في عكس الاتجاه هتجمع. فالسيارة هنا ماشية في عكس الاتجاه فأنا هجمع. هتجمع كام مع كام؟ هتجمع 70 ومعاها مين؟ ومعاها 50. 70 زائد 50 بكام؟ 70 زائد 50 ب120. 120 ايه؟ 120 كيلو متر لكل ساعة. طب تمام. كمل كلامنا. بيقول لي الشعاع الضوئي الساقط موازي لمحور سقط على مرآة مقعرة. تمام. سقط عليها ايه؟ قال لك سقط عليها يا مستر شعاع ضوئي ينعكس مرة بالايه؟ ينعكس مرة بالبؤرة طبعا، واحنا الإجابة دي بتتكرر في الامتحانات كتير. السؤال ده بيتكرر في الامتحانات كتير. بالبؤرة. تمام. خش على بالي ده علامة صح وغلط. بيقول لي ايه؟ بيقول لي يتركب الكروموسوم كيميائيا من الحمض النووي ار ان ايه وبروتين. غلط. قايلين مين؟ دي ان ايه. دي ان ايه مش ار ان ايه. الصورة المتكونة في المرآة المستوية دائما حقيقية. بص مراية مستوية، الصورة تقدر تمسكها بإيدك؟ انت واقف قدام المراية بتاعت بيتكم؟ لا. يبقى صورة تقديرية، يبقى غلط. مش حقيقية، تقديرية. تزداد سرعة الجسم المتحرك عندما يقل الزمن المستغرق لقطع نفس المسافة. بص هقول لك تحلها ازاي دي. بص بيقول لك ايه؟ يزداد السرعة عندما يقل الزمن. بص اكتب القانون. القانون كان بيقول لك ايه؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن.
اقرا بقى انت عايز ايه. بيقول لي تزداد سرعة الجسم متحرك، يعني السرعة بتزداد عندما يقل الزمن. ده السرعة تزداد عندما يقل الزمن، وكانت السرعة تزداد عندما يزداد المسافة، يبقى عندما يقل الزمن وتزداد المسافة، يبقى الإجابة دي ايه؟ الإجابة دي صحيحة طبعا. من أسباب قصر النظر زيادة قطر كرة العين. بص يا حبيبي خدها قاعدة. قصر النظر السبب فيه زيادة، قصر النظر السبب فيه ايه؟ زيادة. لكن طول النظر السبب فيه ايه؟ نقص. طول النظر السبب فيه ايه؟ نقص. تعالى كده اجيبهم لك، انا مجمعهم لك هنا اهو. احنا نرجع للجزئية كده ونشوفها. تعال. قصر النظر وطول النظر. قصر النظر السبب فيه ايه؟ زيادة. لكن طول النظر السبب فيه ايه؟ نقص. نكمل. وقفنا فين؟ متى تكون؟ يقول لك امتى يحدث او ماذا يحدث او متى تكون العجلة التي يتحرك بها تكون منتظمة موجبة. انت ناسي، انت ناسي، وانا مقدر ان انت ناسي، وانا هفكرك. العجلة التي يتحرك بها جسم منتظمة موجبة. يعني ايه موجبة يا ولاد؟ يعني العجلة بالموجب. يعني ايه موجبة؟ يعني العجلة بالموجب. فاكر الزوجة الشريرة والزوجة الطيبة؟ فاكر الزوجة الإيجابية؟ الزوجة الإيجابية دي كانت الزوجة التانية ولا الزوجة الأولى؟ قايلين الزوجة التانية هي الزوجة الإيجابية. لكن لما يسألك على الزوجة السلبية الشريرة يبقى أكيد دي الزوجة الأولى. يبقى الزوجة التانية هي الإيجابية والزوجة الأولى هي السلبية. فبيسألك امتى العجلة التي يتحرك بها بتكون موجبة؟ لما تكون عين اتنين أكبر من عين واحد، لما تكون الزوجة التانية أكبر من الزوجة الأولى. يبقى تكتب له كده: عندما تكون السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية. عندما تكون السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية. في ناس شاطرة بتحب تزود وتقول لك إيه؟ آه عندما تبدأ إنها تزداد السرعة بمجهودين متساوية في أزمنة متساوية، برضو تمشي صح صح. بس أنا اللي يهمني أكتر إن السرعة النهائية بتاعتك بتكون أكبر من الابتدائية في العجلة المنتظمة الإيه؟ الموجبة. طب تمام. يقول لك افترض العالم لابلاس ان الاصل المجموعة الشمسية. لابلاس كان قايل ان اصل المجموعة الشمسية كان عبارة عن كرة غازية متوهجة اسمها السليم، والكرة الغازية دي كونت حلقات، والحلقات بردت عملت كواكب، وكان في جزء ملتهب في النص كون الشمس. كمل. لمعرفة الطول يلزم معرفة. بص يا حبيبي الطول كمية قياسية، لو انت ناسي راجع على الكميات القياسية والكميات المتجهة. الطول كمية قياسية، واي كمية قياسية لازم اعرف مقدارها فقط. مقدارها ايه؟ فقط. تمام. يعني مقدار واتجاه ما تنفعش، مقدار واتجاه ما تنفعش. بيقول لك وحدة القياس فقط ولا المقدار ووحدة القياس؟ لا، المقدار ووحدة القياس يا مستر. تمام. يقول لك يمكن أن تتجدد أذرع نجم البحر المقطوع وتعطي حيوان كامل جديدا، بس بشرط إنه يكون فيها إيه؟ قايل لك بشرط إنه يكون فيها القرص الوسطي. إن قايل لك مش أي حد يقطع نجم البحر، لازم اللي بيقطع نجم البحر يكون واخد منه الجزء الإيه؟ الجزء اللي في النص، الجزء الوسطي. أسئلة سهلة. إذا تحرك جسم فقطع مسافة 50 متر في خط مستقيم في اتجاه ثابت يكون مقدار الإزاحة. أنت ناسي، أنت ناسي، وأنا هفكرك. الراجل بيقول لك خط إيه؟ الراجل بيقول لي خط مستقيم. الراجل بيقول لي خط مستقيم. يعني إيه خط مستقيم؟ يعني أنا المسافة اللي همشيها دي هي الإزاحة. يعني أنت مشيت 50 متر يبقى الإزاحة بتاعتك بكام؟ يبقى الإزاحة 50. يعني المسافة هي الإزاحة. المسافة هي الإزاحة. بس امتى مصر المسافة تكون هي الإزاحة؟ لما يكون في خط مستقيم. فقطع مسافة 50، احسب الإزاحة 50. نكمل. بيقول لي اكتب المصطلح العلمي: السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. سرعة منتظمة يتحرك بها الجسم يقطع نفس المسافة في نفس الزمن حبيبي. دي السرعة المتوسطة. دي السرعة المتوسطة. طب يقول لي يا مصر هي مش السرعة المتوسطة كانت مقدار المسافة الكلية على الزمن الكلي؟ انت صح، بس كان ليها إجابة تانية. ايه هي الإجابة التانية؟ إن السرعة المنتظمة التي تتحرك بها الجسم عندما يقطع نفس المسافة في نفس الزمن. ده تعريف تاني هتلاقيه مكتوب عندك في التعريفات في الكتاب من قدام. بيقول لي ايه؟ ظاهرة تسهم في تبادل الجينات. معلش يا اخويا من قبل ما اكمل إجابتي. ظاهرة تسهم تبادل الجينات، يبقى دي ظاهرة ايه؟ ظاهرة العبور طبعا، ظاهرة العبور وانت مغمض عينك. النقطة لا تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية. بص مراية وفي نقطة تتوسطها، ده مين ده؟ ده قطب المرآة. ده قطب المرآة. يبقى تقول له القطب أو قطب المرآة. حاصل ضرب السرعة المتحركة في الجسم. بص بقى
افكرك. كان عندك قانون كان يقول لك ايه؟ ان العين كانت بتساوي فيه على زين. اه. انت بقى عايز إيه يا حبيبي؟ انت عايز حاصل ضرب السرعة في الزمن، عايز تضرب السرعة في الزمن، يبقى ده قانون مين؟ المسافة. نكمل كلامنا. يقول لي علل يمكن معرفة البعد البؤري للمرآة الكرية بمعلومية نصف قطرها. ليه اقدر لو انت معايا مراية كرية وعارف البعد البؤري نصف قطرها اللي هو ميم، تقدر تعرف البعد البؤري اللي هو من قطب المرآة للبؤرة. ازاي بقى دي مثلا؟ تعالى نشرحها لك بالتفصيل. تمام، عشان اعلمك الجزء ده، انا هعلمك الجزء ده وبعد كده يبقى نجاوب على السؤال اللي ملوش 30 لازمة ده. بس نتعلم حاجة كده. تعالى هعلمك حاجة حلوة. بص يا حبيبي، انت عندك مراية. المراية دي فيها نقطتين، فيها كام نقطة؟ نقطتين. فيها كام نقطة؟ نقطتين. نقطة اسمها بي اللي هي البؤرة اللي هي مين؟ بابا. ونقطة اسمها ميم اللي هي مركز التكون اللي هو مين؟ ماما. طيب تمام. بص يا حبيبي، عايزين نصغر ده شوية كده. تمام. من قطب المراية لغاية بابا، من قطب المراية لغاية البؤرة، ده بسميه البعد البؤري. ده بسميه البعد البؤري. في مشكلة؟ طيب تمام. من القطب المراية لغاية مركز التكور، ده بسميه ضعف البعد البؤري. معلش، ضعف البعد الايه؟ البؤري. تعالى بقى سيبك من كل ده ونرجع للسؤال بقى. السؤال بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك يمكن معرفة البعد البؤري للمراية الكرية بمعلومية نصف قطرها. تقدر تعرف البعد البؤري بتاع مراية كرية بمجرد ما تعرف نصف قطرها يا مؤمن. تمام. تقدر يعني انت لو عرفت نصف القطر اللي هو ضعف البعد البؤري ده نصف القطر، تعرف تجيب البعد البؤري؟ ايوه. ليه؟ هتقول لان قطر تكور المرآة يساوي ضعف البعد البؤري. تاني، تبقى تقول له لان قطر تكور المراية، ان القطر كله على بعضه بتاع المراية، ان العدسة كلها كاملة بتاعت المراية يساوي ايه؟ هيساوي ضعف البعد البؤري. يبقى تقول له قطر تكور المراية يساوي ضعف البعد البؤري حبيبي. تمام. نكمل. صوب بيقول لي ايه؟ عند وضع الجسم على بعد اقل من البعد البؤري البعد البؤري المرآة مقعرة تتكون له صورة ايه؟ بص، عايز يعمل ايه؟ عايز المراية وعايز بؤرة، النقطة دي ب، وانت عايز تعمل ايه؟ يقول لك عايز اوقف الجسم هنا اهو على بعد اقرب من ايه؟ من بؤرة. يعني انت لازق في المراية بالظبط. طالما انت لازق في المراية بالظبط يبقى الصورة تتكون. اكيد الصورة اللي هتتكون فين يا حبيبي؟ هتتكون خلف المراية طبعا. اكيد الصورة اللي هتتكون خلف المراية. اكيد يعني. طيب تمام. وفي حد تعرف يقول خواصها؟ هو مش طالب خواصها، انا بعرفك بزيادة. ايه هي خواصها؟ كانت خواصة تقديرية معتدلة مكبرة. نكمل كلامنا. بيقول لك تتحكم قوة جذب الأرض في مدارات الكواكب حولها. إيه يا ولد؟ الأرض هي اللي كانت بتخلي الكواكب تلف حولها، ولا الشمس هي اللي كانت بتخلي الكواكب تلف حولها؟ نكمل. إذا كان عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية 2 إن في الخلايا التناسلية. بص، برغم إن هو جايبها صريحة وملخبطنيش ومقاليش رحم وحيوانات منوية ومقاليش رحم وخصية وجابها صريحة وملخبطنيش، برضو انت تتلخبط. تعالى بقى اعلمك حاجة برضو كمان حلوة كده تنفعك. احنا جايين نتعلم عشان لما نحل محافظة بعد كده لوحدينا الموضوع يبقى سهل. تعالى. بص يا حبيبي اقول لك حاجة. الخلايا الجسدية والخلايا التناسلية هما الاتنين ولاد عم. يعني هما الاتنين 2 ان. طيب تمام. والخلايا الجنسية، الخلايا الايه؟ الجنسية دي بتكون فيها كام ان؟ دي بتكون فيها ان واحدة بس. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ يعني انا عايز اقول لك ان انت لو عندك في الخلايا التناسلية او الجسدية 40 يبقى في الجنسية 20. تمام، اللي هو نصها. تمام. في مشكلة لغاية هنا؟ اوقات بيلعب بيك وما يجيبلكش الجسدية ويقول لك قول لي كبد، مع الكبد جسدية. فاهم انت قصدي؟ فانا ممكن العب بيك بالامثله بتاعتي. طيب تمام، انا عايز اعرف امثلته، اعرفك امثلته برضه، مش همشيك غير لما نعرف امثلته. تعال حبيبي، تعال. ايه ده؟
ايه؟ قال لك الخلايا الجسدية زي مين؟ زي الرحم، زي الكبد، زي الجلد، زي الكلية، زي الجذر، زي الساق، زي الأوراق، زي البذور. الخلايا التناسلية، تناسلية زي الخصية والمبيض والمتق والمبيض. جنسية زي الحيوانات المنوية والبويضات وحوض اللقاح والإيه؟ والبويضات. يعني ممكن يلعب بيك بالأمثلة ويقول لك في خلية الكبد كان في 20 كروموسوم، يبقى قول لي في خلية البويضة في كام كروموسوم؟ تقول لي 10. طب قول لي في خلية الخصية في كام؟ تقول لي في 20. ليه؟ أصل قلت لك إن التناسلية والجسدية ولاد عم، أهو ولاد عم. لكن مين المختلفة؟ الجنسية. اديني انا بعلمك عشان بعد كده لما نيجي نحل محافظات هنحل على طول، مش هنقف الوقفة دي. تمام، مفيش مشكلة. نرجع للسؤال. يقول لك اذا كان عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية 2 ان، يبقى في التناسلية كام؟ هيبقى 2 ان برضه يا مستر. يرتبط مفهوم الحركة بثبات موضع الجسم، الحركة بتغير موضع الجسم. افتكر بقى التعريفات الحلوة بتاعت زمان. تعال بص بقى السؤال ده، السؤال ده هيكون مختلف عن المحافظات، ان في السؤال ده كان فيه خطأ صغير يعني. تمام. ان لو انت معاك المحافظات مش المحافظات بتاعت الكتاب بتاعنا احنا، معاك محافظات تانية، هتلاقي الخط بتاعك ده معمول كده اهو. تمام. بس احنا هنحل على اللي موجود في الكتاب بتاعنا احنا هنا، وبعد كده يبقى هوريك التانية تتحل ازاي. هنحل المثال الموجود في الكتاب بتاعنا. بيقول لك ايه؟ تتحرك جسم طبقا للعلاقة البيانية، اوجد المسافة التي قطعها بعد مرور 5 ثواني. بص يا حبيبي، هو عايز يعرف المسافة لما امشي انا 5 ثواني. بص، ايه ده؟ 5 ثواني، يبقى المسافة بتاعتك كام؟ المسافة بتاعتك 20. يبقى بكل بساطة من غير لخبطة هقول له 20 متر. طيب تمام. حل معانا بقى التانية. التانية بقى اللي هي موجودة عندك في المحافظات اللي عندك بقى، لو انت بتحل من المحافظات نفسها موجود ايه. انا عايزك تنسى الخط ده خالص. خليك تنسى ازاي يعني. مم. اللي موجود عندك في المحافظات بتاعتك معمولة كده اهو، ده مش موجود. وموجود خط تاني طالع من اول هنا نازل لغاية هنا، ده اللي موجود عندك. فبيقول لي برضو احسب. الناس اللي معاها الكتاب بتاعنا تفكر في السؤال برضو، احسب. يبقى انا عند ال5 ثواني كنت كام؟ كنت 25. ده لو انت ايه عايز تحسبها بالشكل ده. نزلت بيك تحت شوية، يبقى لما انزل بيك تحت شوية يبقى على طول ترجم انت ان انا في ال5 ثواني كنت كام؟ كنت 20. على حسب بقى مكانك. نكمل. يمثل الشكل أطوار الانقسام الخلوي. ما اسم هذا الطور؟ تفتكر انت ما اسم هذا الطور؟ خليتين، خليتين يا عزيزي، والخليتين بيبعدوا عن بعض، ده اسمه ايه؟ خلية ادي اهو مستعدة لعملية الانقسام، وفي جزء رايح هنا اهو، تفاحة على اليمين وتفاحة على الشمال، يبقى ده طور مين؟ أكيد ده طور الانفصال، بينفصلوا عن بعض. تعالى بص السؤال ده عشان حلو بقى. بيقول لك ايه؟ انقل الشكل الذي امامك الى كراسة الاجابة، وضح مسار الاشياء المتكونة صورة، واذكر خواص الصورة المتكونة. بص يا حبيبي، بص يا حبيبي، الجسم واقف فين؟ عند البقرة، وانا قلت لك البقرة دي مين؟ دي بابا. البقرة دي مين؟ دي بابا. عود نفسك مفيش جسم يعرف يقف عند بابا. لو وقفت عند بابا، بابا يخفيك من الدنيا. يبقى تقول له كده اهو، لا تتكون له صورة. ليه؟ أصل هو وقف عند مين؟ وقف عند بابا. فلما وقف عند بابا لا تتكون له الصورة. هو طالب بقى مني طلب تاني برضو، عايزني أرسم. بص يا حبيبي، في الرسومات اللي زي كده عود نفسك، سواء كانت واقفة عند أو واقفة هنا، يعني هنا أو هنا. عود نفسك حبيبي، في واحدة هتيجي عند وفي واحدة شعاع هيمشي عند وشعاع هيمشي عند ارسمها كده، ادي هو شعاع ماشي عند والشعاع التاني ماشي عند مين؟ عند وارسم شعاعين ماشيين كده، والشعاعين متوازيان ولم يتقابلان. نكمل. عايز ايه؟ عايز اذكر صور التكاثر اللاجنسي. قبل ما نذكر صور التكاثر اللاجنسي، بص واكتبها عندك. لو معاك الكتاب هتلاقيها مكتوبة في الكتاب من ورا، مش معاك اكتبها عندك. بص انا اللي مكتبهم كلهم كده اهو هنا. التكاثر بالانشطار الثنائي في الطحالب البسيطة زي البكتيريا والأولويات، وزي البراميسيوم والأميبا واليوجينا. بالتبرعم زي فطر الخميرة والهيدرا والإسفنج. بالتجدد زي نجم البحر. بالجراثيم زي فطر عفن الخبز وعش الغراب. بالخضري في النبات زي البطاطس، دون الحاجة لبذور. المعلومة دي مهمة جدا وهتيجي كمان شوية. تمام. نرجع بقى للسؤال. بيقول لي ايه؟ الأميبا تبع مين؟ الأميبا، لا الأميبا ده كائن وحيد الخلية. تبع مين؟ تبع الانشطار الثنائي. تبع الانشطار الثنائي.
سامحني لبشاعة الخط يعني، هحاول احسن من نفسي. الاسفنج. الاسفنج ده كان عديد الخلية تبع مين؟ تبع التبرعم طبعا. اكمل كلام، عايز نختار بقى. يلا. بيقول لي ايه؟ السرعة المتجهة تستخدم بدل من النظارات، هي فضاء واسع، هي السرعة القياسية أيوه هي السرعة القياسية، يعني كلام أهبل يعني. التكاثر الجنسي يعني أكيد يعتمد على عمليتين أساسيين: تكوين الأمشاج بعد كده الإخصاب، أكيد التكاثر الجنسي. عدسات لاصقة، أكيد العدسات اللاصقة تستخدم بدلا من النظارات، يبقى أكيد دي. الكون هو الفضاء الواسع، يعني حاجة هبلة، يعني هبلة أوي يعني. تعال بص السؤال ده لذيذ شوية. عايز استخرج الكلمة المختلفة. يا مستر هو انا ممكن يجي حاجة زي كده في الامتحان؟ اه طبعا عادي، ايه المشكلة؟ تعال. بيقول لي ايه؟ العجلة والكتلة والإزاحة والقوة. عارف هو عايز يعمل ايه؟ عايزك يعرف انت مفرق ما بين الكميات الفيزيائية القياسية والكميات الفيزيائية المتجهة. قياسية زي الكتلة لكن متجهة زي العجلة والإزاحة والقوة. يبقى انا هحط خط على الايه؟ على كتلة، واقول له لان الباقي كميات فيزيائية ايه؟ متجهة. مين المتجه ده يا مستر؟ ده الباقي يا حبيبي. نكمل كلامنا. يقول لك يرى الشخص الأجسام البعيدة بوضوح، تتكون الصورة الخلفية الشبكية، تتكون الصورة الأمامية الشبكية. يبقى كده هو بيسأل في طول النظر وقصر النظر. في واحدة فيهم قصر نظر والباقي طول نظر، أو في واحدة فيهم طول نظر والباقي قصر نظر. شايف أنا بحل إزاي؟ اتعلم زي ما أنا بعمل كده أهو. يلا. يقول لي يرى الشخص الأجسام البعيدة بوضوح، ده مين ده؟ ده طول نظر. ده طول نظر. تتكون الصورة خلف الشبكية، خلف الشبكية طول نظر. تتكون الصورة أمام الشبكية، يبقى هو ده قصر النظر. يعالج باستخدام عدسة محدبة، يبقى ده طول نظر برضه. يبقى الإجابة الغلط اللي هتمشي معاك هي مين؟ تتكون الصورة أمام الشبكية، لأن جميعهم طول نظر، لأن هم كلهم طول نظر. نكمل. بص بقى، دي قلت لك عليها مهمة وهتيجي، وهي مهمة وجت. التكاثر بالأوراق والتكاثر بالجذور والتكاثر بالسيقان. بص يا حبيبي، دي كلها صور تكاثر ايه؟ خضري. لكن قايل لك ان التكاثر الخضري ما ينفعش يكون فيه تكاثر بالبذور ابدا. فتقول له لان كل اللي فات ده تكاثر خضري. طب تمام. في واحد ممكن يكون حابب يعرف ايه تعريف التكاثر الخضري. التكاثر الخضري هو التكاثر اللاجنسي تتم بواسطة اجزاء مختلفة من النبات دون الحاجة لايه؟ للبذور. يلا. عايز اعرف خاص الصورة المتكونة امام المرآة المحدبة. يقول لك تقديرية معتدلة مقلوبة لا يا حبيبي، مقلوبة هي اللي غلط. نكمل. تعالى بقى بص. آخر سؤال، آخر سؤال خلاص. بص يا حبيبي. يقول لك سيارة تحركت من السكون، وصلت سرعتها لغاية 30 متر كل ثانية خلال 10 ثواني. احسب العجلة. أنا عارف إن أنت مخنوق من المسائل، والمسائل عاملة لك عقدة، ومش عارف تحل المسائل، ومش عارف إيه كل الكلام اللي أنتوا بتقعدوا تغنوا بيه ده. بس ممكن تسمعني اللحظة؟ هنعمل إيه يا مستر؟ أنا هعلمك إزاي تحل مسألة عجلة، هعلمك إزاي تحل مسألة عجلة، وماليش دعوة بيك بعد كده. العجلة بس، احنا هنتعلم النهارده العجلة. يعني كل مرة نتعلم حاجة، النهارده هنتعلم العجلة. بديهي جدا قبل ما تخش الامتحان هيجيلك سؤال عن الايه؟ عن العجلة، غصب عنك. تمام. فتعالى كده نشوف ازاي بنحل العجلة. العجلة بتتحل بقانون، ايه هو؟ ان ج بتساوي دلتا عين على دلتا زين. يعني ايه؟ يعني عين 2 ناقص عين 1 على مين؟ على زين. طيب تمام. خلصت. عرفت القانون بتاع العجلة؟ عرفت. اكتب المعطيات بقى بتاعتي، اللي هي مين المعطيات يا مستر؟ اللي هي هتكون عين 1 وعين 2 ومين؟ وزال. يلا أنا عايز أعرف التلات معطيات دول، عين 1 وعين 2 وزال. عين 1 بيقول لك إيه؟ إذا الطيارة تحركت من السكون، تحركت من السكون، يبقى أعرف إن السرعة الأولى بتاعتها بكام؟ بصفر. يبقى عين 1 تساوي صفر. يبقى لما يقول لك كلمة تحركت من السكون أعرف إن السرعة الأولى بتاعتها بصفر. ووصلت سرعتها إلى 30، يبقى دي عين 2 طبعا. عين 2 بكام؟ ب30. خلال 10 ثواني، يبقى ده الزمن 10 ثواني. صعبة؟ عوض بقى يا حبيبي. بص هتعوض بقى ازاي؟ اهي اهو. هكتب ان الجيم، انا قايل لك ان الجيم دي كانت بتساوي ايه بطتي؟ اللي بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زائد عين 2 بكام يا بطتي؟ ب30. عين 1 بكام؟ بصفر. على الزائد بكام؟ ب10. يبقى 30 ناقص صفر على 10 فيها التلاتة. تلاتة ايه؟ 3 متر لكل ثانية، والعجلة بنقول فيها تربيع. لو انت ما فهمتهاش عيدها مرة كمان. كده احنا حلينا المحافظة بتاعتنا. كل مرة إن شاء الله هنحاول نحل محافظة زي كده، وربنا يوفقكم ويكون معاكم يعني.